السلام عليكم اخواتي الاهلاويه في كل مكان، اهلا بكم في حلقه جديده من مهاجم الاهلي. السؤال والجدل اللي داير في الشارع المصري اديله حوالي اسبوع هو الاهلي شرف مصر ولا لا؟ قبل ما ابدا الحلقه كلامي موجه للزملكاويه. انا طول الحلقه دي مش قصدي ان انا اقلل من نادي الزمالك. ليه؟ لان اصلا الزمالك كده كده نادي قليل، ومش عايز اذكر تاني واقول ان انا كلامي مش موجه للزملكاويه المحترمين، انا كلامي موجه لبعض الفئات الزملكاويه واغلب النخبه الزملكاويه المدلسه الكذابه اللي جلدها تخين وبجحه. فانا مش هجامل نادي الزمالك زي ما بيحصل في الاعلام الرياضي، وطول ما انت عمال تشكك في نزاهه النادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي وتقلل من النادي الاهلي وانجازاته، ثق ان انا هفضل طول عمري احطك في حجمك الطبيعي. يعني مش هيحصل مجامله زي ما بيحصل في الاعلام المصري طوال السنين اللي فاتت، ان هو بيحاول دايما يزق الزمالك وياخد بخاطره ويخليه في الصوره ان هو منافس او فرقه كبيره او الكلام ده كله. لا، هتحطط حجمك الطبيعي، وحجمك الطبيعي هنعرفه في الحلقه ديت. على مدار الحلقه كده هنبدا نتكلم عن حجم الزمالك الطبيعي. اول حاجه بس انا عايز الموضوع بينقسم، موضوع السؤال اللي داير الاهلي شرف مصر ولا لا. هتلاقي الناس الطبيعيه والمنطقيه سواء زملكاويه محترمين او كل الاهلاويه او كل المجلس، حتى ناس من مجلس الاداره. يعني امبارح كان في حلقه للكابتن عادل القيعي وقبلها واللاعبين السابقين وكل بلوجرز، الكلام بيدور حوالين كلام منطقي. ايه الكلام المنطقي اللي بيدور؟ الاهلي في شقين بنتكلم فيهم، الشق الاول الاداء والشق الثاني نتائج. على مستوى النتائج كلنا متفقين ان الاهلي لا ما شرفش مصر. على مستوى النتائج كان ينفع ان يكون في افضل من كده بكتير، تمام؟ بس هنا في سؤال صغير جدا لازم تساله لنفسك، هو انت هنا بتقارن الاهلي بمين؟ يعني الاهلي ما شرفش مصر، بس بتقارن مقارنه بمين بقى؟ هل بتقارنه بالزمالك؟ ما لا، ده هو لو بيتقارن بنادي زي الزمالك وضيع ملوش لازمه في الكره المصريه اديله اكتر من 20 سنه، لا يبقى احنا هنا ده الاهلي شرف افريقيا كلها وشرف العرب وشرف مصر وجاب مصر من هنا لحد فوق خالص فخر الدنيا لعنان السماء. يعني لو هتقارنه بالزمالك، لو هتقارن الاهلي بنفسه وبالاوبجكتيفز اللي حطها او الاتشيفمنتس او للاهداف اللي حطها الاهلي لنفسه وحطها جمهور الاهلي لنفسه، هنقول لا الاهلي ما شرفش مصر، الاهلي ما قدمش نتائج جيده. ده شق على مستوى النتائج، لكن على مستوى الاداء لا خلاف ان الاهلي على مستوى الاداء شرف مصر وشرف افريقيا وشرف العرب وشرف جماهيره وشرف نفسه وشرف لاعيبته وشرف ادارته وشرف كل الناس. ما تسمعش بقى ليه ابو جلد تخين الزملكاوي البجح اللي طالع يتكلم لنا اصلا مش في الصوره، وهنتكلم الوقت على الموضوع ده. فالاهلي على مستوى الاداء قدام انتر ميامي وقدام ميسي وقدام سواريز وقدام بوسكيتس وقدام فرقه تقريبا القيمه التسويقيه ليها قدك 10 مرات. انت ما فيش حد في العالم كله اجمع الا وقال ان النادي الاهلي كان يستحق الفوز في المباراه ديت. بالميراس لعبناهم كانت اسوأ مباراه لينا في البطوله، ووارد ان ده يحصل، واتكلمنا عن اخطائنا احنا جوه في مباراه بالميراس، لكن مع ذلك انت بتتكلم على فرقه القيمه التسويقيه ليها تفوقك 5 مرات. قدام بورتو مفيش حد في العالم اجمع الا لو اجمعوا ان النادي الاهلي كان يستحق الفوز بالماتش ده وبسكور عالي جدا عن بورتو اللي هو فريق اوروبي عريق جدا والقيمه التسويقيه بتاعته تفوقك حوالي 7 مرات. يبقى اذا هنا لازم النقطه اللي نتكلم فيها مهمه جدا، انت بتقارن الاهلي بمين؟ شرف مصر ولا لا؟ بناء على اي مقارنات الاهلي بنفسه بس، ان هو ما ينفعش يتقارن بحد تاني في مصر ولا في افريقيا، ولا مقارنه بانديه وضيعه بتقارن نفسها بيك او عايزه تحط نفسها في المقارنه معاك. وده يقودنا لحاجه تانية، ازاي الزمالك اقدر احطه في الصوره ان هو يكون حكم او ان هو يقيم النادي الاهلي؟ يعني امتى نادي الزمالك ممكن يقعد كده يقيم النادي الاهلي لاعب كويس او لا شرف مصر او ما شرفهاش على مستوى الاداء او النتائج ويقعد يتناقش معاه ومعاك؟ اول حاجه يعملها ان هو ياخد بطوله الدوري العام. يعني بسم الله كده تاخد بطوله الدوري العام، تمام، تكون بطل الدوري. الزمالك على مدار تاريخه حصل على بطوله الدوري العام 14 مره فقط.
وده عدد مش كبير. سيبك بقى من الاعلام وقعد يحطك معاه منافس وقعد يلمع فيك وقعد عشان خاطر بس يبقى في طرفين بيتنافسوا او في كلاسيكو في مصر، فبيحط الزمالك في الصوره. 14 بطوله ديت لا تذكر، عادي اي نادي في انجلترا ممكن ياخد. انديه كتيره جدا خدت الدوري اكتر من 10 مرات في انجلترا وما هياش بنقول عليها يعني انديه. هو نادي القمه مثلا، او في اي مكان تاني في العالم ما بيتقالش عليه نادي القمه. مقارنه بين انت تاريخك معدي ال 110 سنه واخد 14 بطوله، ده عدد لا يذكر على فكره. تمام. فسيبك بقى من جو النيش اللي عندك والكاسات وماتش اخطف واجري وماتشات السوبر وضربات الجزاء اللي بتاخد بيها البطولات والكلام الفاضي ده. سيبك منه. اي فرقه عادي، حرس الحدود خد كاس مصر وخد كؤوس سوبر. اي فرقه في العالم بتاخد كؤوس عادي جدا، يعني عادي جدا. بنشوف حتى في الدوري الانجليزي فرق من الدرجه الثانيه بتكسب فرق من الدرجه الاولى في الكؤوس. ماتشات السوبر ده ماتش عادي، ده حاجه حاله الفرقه عامله ازاي. لكن البطولات اللي تقدر تحدد عليها بطوله الدوري، انت تلعب 33 مباراة في غضون حوالي 7 ل 8 شهور، تلعب وانت تحافظ على مستواك وتحافظ على ادائك تقدر تكسب منهم على الاقل 25 مباراة. ان انت تقابل الفرق مرتين في السيزون، ان انت تقدر تحافظ على اللياقة البدنية للاعيبتك، ان انت يكون عندك سكواد وعمق في السكواد بتاعك وعندك بدلة وقادر لو حد اتصاب او مشي ما تقعدش تبوس في رجله وتلحس في صوابع رجليه عشان خاطر يكمل معاك. هو ده البطولة اللي اتقال عليها بطولة فعلا. بعد ان شاء الله كده في الاحلام يعني لما تاخد بطولة الدوري تتأهل لبطولة دوري ابطال افريقيا، مش تلعب كونفدرالية. ولما تتأهل لبطولة دوري ابطال افريقيا ما تطلعش حصلة مجموعة من الدور الاول في مجموعتك، لا، انت تكمل وتاخد البطولة. فلما تبقى بطل افريقيا تروح كاس العالم للانديه، مش مره بقى، لا، مره واثنين وثلاثه وعشرة زي النادي الاهلي ما عمل. ساعتها شوف بقى المستحيلات دي كلها على فكره هو من اول حاجه احنا قلتها هي مستحيله ان انت تاخد بطوله الدوري، يعني دي صعبه قوي عليك. بس لما تعملها وتوصل كمان للبرايم بتاعك اللي انا اتكلمت فيه، نبدا ساعتها بقى نتناقش واحطك في الصوره واعتبرك بني ادم او منافس تقدر ان انت تقيم النادي الاهلي ساعتها. لكن كالعاده خلاص اتعودنا ان انت شخص جلدك تخين وبجح وبكس وما عندكش دم، فبالتالي كاني جايب عيل في ابتدائي بيقيم واحد مثلا بيعمل دكتوراه في الفيزياء النوويه مثلا، يعني فاهمني؟ ده الصوره بالظبط، ده الوضع اللي احنا عليه. فيعني طول ما انت بتقلل من انجازات الاهلي ثق ان انا هحطك في حجمك، وحجمك يزعل قوي. يعني لما احطك في حجمك مش هجاملك هتزعل قوي، فده حجمك الطبيعي. فنيجي مثلا نروح لحته تانية يعني اكمالا، يعني مثلا على سبيل المثال يعني الاسطوره بتاعتهم مين؟ الاسطوره بتاعتهم شيكابالا. فموقع يلا كوره ناصر ان شيكابالا اكثر تتويجا ببطولات مع الزمالك في 22. خد بالك ده اكتر لعيب خد مع الزمالك بطولات في 22 سنه. اخد كام بطوله؟ خد 17 بطوله. انت عارف عم حارس خد بطوله الدوري بس كام مره في اخر 22 سنه؟ اكتر من 17 مره، حوالي 18 مره. يعني في افضل الظروف هو متساوي معاك 17 مره في بطوله الدوري بس، مش كاس سوبر وشغل النيش اللي عندك ده، لا، عم حارس. فاهمني؟ الاهلي واخد في الفتره ديت حوالي 50 بطوله شامله طبعا برونزيات او ميداليات كاس العالم للانديه، حوالي 50 بطوله واخدها في 22 سنه. ما كترتش كمان المده الزمنيه عن كده. فده حجمك، ده النجم بتاعك، ده اسطورتك اللي انت بتقول. طب اسطورتك ليه؟ يقول لك مش خاطر البطولات. طب عشان خاطر ايه؟ اصل هو لويال للنادي، اللي هو كان عايز يعتزل في الاسماعيلي، اللي هو مضى للاهلي، اللي هو هرب من الزمالك كذا مره، اللي رفع جزمته في وش جماهير الزمالك، هو ده اسطورته. تمام؟ فده برضو يدل ان ده حجمك الطبيعي. ان انت في كاس لوسيل، يعني شوف بقى البجاحه، يعني دي من اكبر الحاجات اللي بتدل ان انت شخص بجح وجلدك تخين. تشوف في كاس لوسيل الصوره اللي انتم شايفينها، بيقول لك فلوك في ملعب كاس سوبر لوسيل، جمهور الزمالك يحكم اداء مشرف، خساره ب1,000,000 دولار. هو ما عندوش مشكله ان هو تعادل 1-1 وخسر 4-1 في ضربات الترجيح من الهلال السعودي في كاس لوسيل، فطلع يقول ده اداء مشرف. لكن الاهلي في كاس عالم للانديه، في كاس عالم كبير للانديه، وان هو يقدم الاداء ده ويتعادل ماتشين ويخسر ماتش، والماتشين اللي تعادلهم سوء توفيق كبير جدا. العالم كله بيقول ان النادي الاهلي كان يستحق الفوز في المباراتين، يستحق اكتر، تاني اكتر نادي بعد ريال مدريد مضيع فرص محققه للتسجيل. يعني النادي الاهلي حق ربنا كان يصعد من المجموعه دي ب6 نقط. فتيجي تشوف يعني يصعد اول مجموعه،
ده حق ربنا اداء النادي الاهلي يصعد اول المجموعه دي. مع مين بقى؟ مع فرقه اكتر منه في القيمه السوقيه ب5 مرات اضعافه، فرقه اكتر منه بالقيمه السوقيه 7 اضعاف، وفرقه باكتر منه بالقيمه السوقيه ب10 اضعاف، ودي قيمه النادي الاهلي. وانت فرحان لي وجمهورك خربت الدنيا عشان انت اتغلبت من الهلال السعودي اللي تقريبا في نفس السنه وبعدها بسنه الاهلي كسبان 4-0. انت شايف حجم البجاحه والتناقض اللي انت فيه؟ فنسيب النقطه دي ونروح بقى بمناسبه الامارات والقطر والدول العربيه اللي بتستضيف البطولات المصريه. مباراه كاس العاصمه، هل حد هيتكلم عن ده؟ الامارات اعتذرت عن استضافه كاس العاصمه. بيقول لك الشيخ نهيان بن زايد ال نهيان رئيس مجلس ابو ظبي الرياضي بيقول لك نعتذر عن استضافه بطوله السوبر المصري بسبب العشوائيه والمنظر السيء الذي حدث من نادي الزمالك ولاعبيه ومدير الكره بالفريق في البطوله السابقه، والذي كان سبب في احتجازهم عده ايام وتم الافراج عنهم بامر ملك احتراما للعلاقات القويه بين البلدين، وبسبب هذه الاحداث لن نستضيف بطوله السوبر المصري. سواء كان التصريح ده هو الفعل اللي طلع او فقط تصريح بالاعتذار عن استضافه البطوله، كلنا عارفين ايه السبب. المنظر الوسخ اللي بقى بيقول لك كمشرف مصر، المنظر الزباله الحقير اللي اتعمل، واللعيبه اللي متصوره مسجونه وحلقين لهم قرعه، ومدير كرتهم اللي محلول له قرعه في الامارات، واخد وعد ان هم هيفرج عنهم وهيجوا مصر هنا يتحاكموا، كان ما حصلش اي حساب ولا اي محاكمه ولا اي حاجه كالعاده. يعني فاضحيننا في كل مكان، فاضحيننا في الفيفا على النصب على اللعيبه والمدربين. فده انت مش فاهم، انت باي منطق بتحاول تقارن نفسك؟ باي منطق بتتكلم على الاهلي؟ يا ابني انت المفروض تقف تحت رجل الاهلي كده وتضرب له تعظيم سلام، ما ينفعش تعمل اكتر من كده. وخد بالك ده الاهلي هيرجع مصر هيفشخك. ده انت هتشوف نتائج المباراه اللي تحصل بين الاهلي والزمالك. ده انا بتمنى ان الماتش ده يتلعب بس بين بطل الكاس وبطل الدوري عشان تشوف اللي هيحصل فيك. والزمالك بيتعامل او جماهير الزمالك بتتعامل من منطق ونخبته اللي هو نلحق نحفل شويه على اي حاجه قبل ما نقابل، لان هم عارفين اللي هيحصل فيه وعارفين اللي هيحصل في افريقيا كلها. فيقول لك نلحق نحفل باي حاجه منطقيه مش منطقيه، احنا طول عمرنا اصلا مش منطقيين وبيحين ولدنا جلدنا تخين، مش فارقه. نلحق بس ان احنا ايه نحفل شويه عليهم قبل ما يرجعوا يفشخونا. مش عايز اطول عليكم. ما تنساش تعمل سبسكرايب، تعمل شير للفيديو، تعمل لايك للفيديو، تعمل اشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.